ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كالمعتاد برنامجكم قضايا إريتريا نناقش فيه ما يهمنا في بلادنا داخل إريتريا وفي كل بقعة يوجد فيها إريتري، باعتبار أننا أمة واحدة، ولقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فكان واجب علينا أن نتناصح وأن نتهادى وأن نتعاون على البر والتقوى. في الحلقة الماضية تحدثنا وتناقشنا حول ما يتعلق بصلة الرحم، وذكرنا أدلته الشرعية وأجره وثوابه وما يعود على الإنسان عليه بالخير في الدنيا والآخرة. واليوم استمرارا لهذا الموضوع وتواصلا بشأنه سنتحدث إن شاء الله حول قطيعة الرحم، عاذنا الله وإياكم منها، مع ضيفنا الدائم الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة شيخنا. سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله حول ما يتعلق بما معنى قطيعة رحم، متى يكون الإنسان قاطعا للرحم، كذلك ما هي النصوص الشرعية التي وردت في التحذير من قطيعة الرحم، وأيضا قطيعة الرحم هل توجد في بلادنا خاصة وفي جميع أنحاء المسلمين عامة أم لا، وما هي أضرار هذه القطيعة. حول هذه القضايا إن شاء الله سنتحدث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم قطيعة الرحم لما فيها من الوعيد الشديد، كما سنسمعه من شيخنا الدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا. نجدد الترحيب بكم وندخل في الموضوع. ماذا يعني قطيعة رحم؟ ما معنى قطيعة رحم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت ذكرنا في الحلقة الماضية عن مسألة صلة الرحم وما يترتب عليها من مظاهر وآثار. فالقطيعة بعكس الصلة. إذا كانت الصلة هي عملية تواصل وعملية مشاركة وعملية توادد وعملية تحابب وعملية تعاون، فإن القطيعة عكس ذلك تماما. فالقطع هو الفصل والإبانة. يعني إذا قلت قطعت الشجرة أو قطعت يد السارق، فإن ذلك يدل على أنها بترت وفصلت وبانت عن الجسد الذي ينبغي أن تنتسب إليه. هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني كذلك لعملية القطع هو الترك والهجر. هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع القطع. وبالتالي باختصار، إذا أردنا أن نقول ما هي قطيعة الرحم، نقول هي عملية الهجر والتدابر وترك المشاركة وترك التعاون فيما بين الأرحام والإساءة والتفريط، وغالبا ما تكون بإضاعة الحقوق وتجاوز الحدود.
يعني يكون الإنسان مضيعا لحقوقه تجاه الآخرين، لأن صلة الرحم تنبني عليها حقوق شرعية وينبني عليها رعاية الحدود أيضا الشرعية، وبالتالي الذي يقطع رحمه فإنه يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين، حقوق الخلق تحديدا، وغالبا أيضا يصاحبها تجاوز الحدود التي أمر الله تبارك وتعالى أن لا نتجاوزها. فباختصار هذا تقريبا هو موضوع يعني القطع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهو مما أمر الله به أن يوصل، يعني الرحم أمر الله به أن يوصل، وقاطع الرحم يعمل بعكس مراد الله ومقصوده. الله عز وجل يريد الأرحام أن تكون موصولة، وقاطع الرحم والعياذ بالله طائع للشيطان عاص للرحمن، لأنه لا يصل رحمه بل يقطعها، فهو منحاز إلى الشيطان مقاطع لأوامر الله تبارك وتعالى. جميل شيخ حسن على هذا التعريف. طيب، حتى نبين للمشاهدين الأكارم أهمية هذا الموضوع وخطورته، نود منكم أن تذكرونا بالنصوص الشرعية التي وردت بهذا الأشياء من الكتاب والسنة، حتى نكون على اطلاع عليها وحتى نكون على علم بها. نعم، ذكرت قول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. وهنالك أيضا آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهو من موضوع الرحم، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سبحان الله، من أعظم يعني الكبائر التي حقيقة يجهل الناس عظمها ويجهل الناس خطورتها موضوع يعني قطيعة الرحم. يعني الإمام الذهبي مثلا وغيره ممن ألف في الكبائر تجدهم يجعلونها مثلا الكبيرة السادسة، الكبيرة السابعة من الكبائر، يعني بعد الإشراك وكذا. تجد صلة قطيعة الرحم من الكبائر العظيمة جدا التي تقرن بمسألة قطع الميثاق، لأن الميثاق هو إقامة علاقة مع الله بالتوحيد، وإقامة العلاقة مع الخلق والأقرباء تحديدا بالصلة وبالإحسان وبالفضل وبالعدل. هذه المسألة ميثاقنا مع الله نقيمه بالتوحيد، وميثاقنا مع أقربائنا نقيمه بالصلات. هذه المسألة سبحان الله. ولذلك تجد أن قمة أركان الإسلام الصلاة في العلاقة مع الله، وقمة أركان الإسلام الزكاة في العلاقة مع الخلق، وهما الركنان الأساسيان الذي تنبني عليهم قضية الدين كله. يعني الدين في حقيقته علاقة مع الله وعلاقة مع الخلق. العلاقة مع الله توحيد فصلاة، والصلاة نفسها تندرج من باب التوحيد، والزكاة من باب التعاون والتشارك والقرب والصلة مع خلق الله تبارك وتعالى. فمن أقام الصلاة وصل علاقته مع الله، ومن أقام الزكاة وصل علاقته بخلقه. فمن قطع صلته بأرحامه فإنه يكون والعياذ بالله قاطعا لهذه الشعيرة العظيمة، لأن الزكاة تعبير في حقيقة الأمر عن الطهورية، تعبير عن التواصل، تعبير عن الرحمة، تعبير عن التعاون. فإذا قطع الإنسان صلته مع أقربائه من باب حتى الاتصال والسؤال والاستفسار، فإنه من باب أولى أن لا يكون مزكيا ولا يكون منفقا ولا يكون متفقدا ولا يكون يعني متعاونا. فهذه الخطورة حقيقة للموضوع القطيعة. أيضا من الأشياء اللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ذكرناه من موضوع أن الله لما خلق الرحم قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. لما قالت هذا مقام العائد بك. نعم. فالله سبحانه وتعالى وهي أيضا تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. هذه أيضا من الأشياء المهمة جدا. ما معنى قطيعة الله للعبد؟ نسأل الله العافية والسلام. والعياذ بالله. طبعا إذا قطع الله يعني شأن الإنسان، قطع فاعليته، وقطع رزقه، وقطع خيريته، وقطع نسله، وقطع صلته مع ربه والعياذ بالله. كل هذا من الأشياء التي تترتب على هذا النوع من القطع. فإذا قطع والعياذ بالله، يعني كل ما نسعى له في حياتنا أن نصل علاقتنا بالله. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني النهاية لكل حياتنا في الدنيا كمسلمين إنه والله نصل إلى الله، وأن نكون موصولين به لا مقطوعين عنه. والتوحيد قمته أن تصل صلتك بالله ولا تقطع الصلة مع الله سبحانه. فإذا قطعت من خلال هذا التعامل الذي ذكرناه قطع الإنسان صلته مع أرحامه، فهي من باب أولى قطع الصلة مع ربه جل جلاله.
فعلى كل موضوع أضف إلى ذلك بأن من العقوبات المعجلة موضوع قطع الأرحام ليس من العقوبات المؤجلة. هنالك من العقوبات ما هو مؤجل، وهنالك من العقوبات ما هو معجل. فنلاحظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، يعني ما من ذنب من الذنوب يمكن أن يعجل أو يمكن تأخيره إلا أمرين: البغي وقطيعة الرحم. فإن ذلك من الأشياء التي تعجل في الدنيا، العقوبات التي أيضا رفع البركة عن عمر الإنسان وعن رزقه، لأنه لاحظنا في موضوع الصلة يبارك الرزق ويبارك في العمر أو يطيل في الأعمار. فمن قطع رحمه رفع الله بركته في رزقه، وقطع وقصر عمره، قصر أيضا عمره. فهذه على كل بعض النصوص التي تبين مخاطر أن يكون الإنسان والعياذ بالله قاطعا لرحمه وليس واصلا لها. شيخنا دكتور حسن، ما الرابط في ما ذكره ربنا عز وجل في الآيتين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، في الآية الأخرى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض؟ نعم. ما الرابط بين قطيعة الرحم والإفساد في الأرض؟ أحسنت. يعني هذا أمر عظيم، إفساد نعم. في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. فكيف يكون قاطع الرحم مفسد، أحد المفسدين في الأرض؟ كيف يكون ذلك؟ أحسنت. هو سبحان الله، يعني نلاحظ بأن الخلق إما أنهم خلق مسخر أو خلق مكلف. الخلق كله إما أنه خلق مسخر أو خلق مكلف. وفي إطار الخلق المسخر نلاحظ هذا الكون الفسيح من شجر وحجر، اللي هو نسميه عالم السماوات والأرض، الذي جعله الله سبحانه وتعالى مسخر لابن آدم. الإفساد يقع على هذا، الإفساد يقع على هذا الجانب، وقطع الصلات تقع في الجانب الآخر في الخلق المكلف. فكأنما الله سبحانه وتعالى جعل هذا الذي يفسد في الأرض أعلى ما يمكن أن يجعله الإنسان مغيرا للبيئة الصالحة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لتكون صالحة في الأرض، هو بالإفساد فيها وتغيير نمطها وتغيير الحياة فيها، ما يسمى الآن عموما بقضية البيئات والتغيير الذي يحصل نتيجة عدم اتباعنا لمنهج الله تبارك وتعالى، فيقع الإفساد في الأرض. وعدم اتباعنا العلاقات الإنسانية السوية المشروعة التي تقوم على الحقوق ورعايتها وعلى عدم تجاوز الحدود واجتناب هذا التجاوز هو موضوع التواصل الشرعي ما بين البشر. فالله سبحانه وتعالى ربط بين الأمرين لصلاح الاستخلاف في الأرض. فمن قطع العلاقات بين البشر وخاصة بين ذوي الأرحام فإن ذلك قطع العلاقات البشرية الإنسانية التي تصلح للاستخلاف في الأرض على سبيل الطريق المشروع. ومن كذلك أفسد في المعمورة التي جعلها الله مكانا للإنسان المستخلف فإن أيضا ذلك له ضرر. فعلى كل مسألة متبادلة. ستلاحظ بأن كل من لا يرعى حقوق العباد لن يكون مراعيا لحقوق الكون وطبيعة المكان الذي يعني نريد أن نتعبد الله فيه. وكذلك من يعمل على الإفساد في الأرض يكون مؤثرا كذلك في حياة البشر السوية الطبيعية التي، فلذلك الله سبحانه وتعالى ربط بين هذين الأمرين. ولذلك الملائكة منذ البداية لما الله تبارك وتعالى قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقمة قطيعة الرحم هو مسألة سفك الدماء، قمة قطيعة، يعني قطيعة الإنسان مع أخيه الإنسان أن يقتله. وما دون ذلك تبدأ بقضية الهجر، بالإفساد بين الناس، بالنميمة، بالغيبة، بكذا، بإغار الصدور، بكذا، إلى أن تصل قمتها في القتل. لكن كل ذلك يدخل في مسألة إيه؟ فكأنما الله سبحانه وتعالى، كأنما الملائكة تصوروا أقصى ما سيبلغه الإنسان في الإفساد في الأرض وأقصى ما سيبلغه كذلك في العلاقات من خلال البغي والعدوان عن طريق القتل الذي يكون في الأرض. طيب دكتور حسن، جزاكم الله خير على هذا البيان الجميل. دعنا ندخل الآن في عمق شعبنا الإريتري. حينما نسمع ونجلس مع ما يسمونهم بالشماقلة، وهم يصلحون بين الأخ وأخته، وبين الأب وابنه، وبين الأم وابنها، نجد ونسمع حقيقة ما تشيب له الولدان، ويعني تفزع منه القلوب. فتسأل المرأة كيف علاقتك بأخيك؟ تقول منذ 10 سنوات ما طب بيتي ولم يتصل بي ولم يسأل عني.
وتسأل البنت تقول إن أبي هجرني من أجل كذا وكذا، وخصوصا فيما يتعلق بقطيعة النساء عموما، يعني غالب مع جميع مستوياتها من حيث القرب، سواء كانت أما بنتا خالة عمة إلى آخره. هناك حقيقة قطيعة واضحة وشدة أيضا في هذا الموضوع وتمادي. هناك قطيعة أيضا موجودة بين الأبناء والآباء. الحقيقة نحن نعاني من هذا في داخل بلادنا وفي خارجها أيضا، ونسمع يعني سمعنا ذات يوم أن أما مع أبنائها اجتمعت فضربت زوجها، والأبناء ضربوا أباهم، يعني ضربوهم وقطعوه أيضا. ليس فقط عقوق، وإنما كانت هناك أيضا صحبة بعد ذلك قطيعة. نجد أيضا هناك قطيعة من نوع حقيقة محزنة للغاية. في بلاد أوروبا تجد مثلا الرجل إذا اختلف مع زوجته، الأبناء غالبا الذين تجاوزوا سن 18 يكونون في الغالب في صف أمهم ويقطعون آباهم، بل وينبذونهم ويتلفظون عليه بألفاظ بذيئة. هذا موجود شيخنا. رسالتكم حول هؤلاء وكيف نحل مثل هذه القضايا؟ ما هو توجيه العامة؟ يعني أنا لما أسمع أن فلانا قاطع لأخته وأسمع أن فلانا قاطع لأبيه، كيف تنصحونني في الإصلاح فيما بينهم؟ والنصيحة التي قبل هذه، ما هو توجيهكم لهؤلاء الأبناء ولهذه الأم التي تحث أبنائها على القطيعة وتنسى أنهم سيكبرون وسيتزوجون وسينجبون وستعود الدائرة عليهم مرة أخرى؟ تنسى هذا، هي في لحظة غضب، في لحظة خلاف بينها وبين زوجها، ولا تنظر لبعيد. توجيهكم الكريم. بارك الله فيك. أولا حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصلح حاله ولا يصلح قلبه ولا تصلح دنياه وآخرته إلا إذا وضع نصب عينه الله جل جلاله، وأن يقدر الله حق قدره، وأن يدرك أن الله تبارك وتعالى أمر بأوامر يجب الالتزام بها ونهى عن نواهي ينبغي الاجتناب لهذه النواهي، وأن ندرك بأن هذا الطريق هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مخالفة هذا الطريق مآله خطر جدا، وقد يكون نهايته والعياذ بالله النار التي نعوذ بالله منها. ولذلك سبحان الله من النصوص التي ربما نسيت أن أذكرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذا التحذير العظيم. وهنا طبعا احتملها العلماء على أمرين: إما أنه الشخص يقطع الرحم ويستحلها فيكون كافرا، إذا اعتبر أنه والله استحلال قطيعة الرحم جائزة ومشروعة وبنى على هذا الوضع، فإنه قد يكفر، وبالتالي يكون دخوله أو امتناعه من دخول الجنة مطلقا. وقد يكون دخولا الحرمان من الجنة مؤقتا، على سبيل أن الشخص مرتكب لكبيرة وبالتالي مستحق للنار لفترة من الزمن. ويكفي والعياذ بالله أن الإنسان يعذب في النار ولو لساعة. يعني هذه النار التي ذكر الله تبارك وتعالى بأنها يعني وضعت أو أوقدت 1000 عام ثم احمرت 1000 عام ثم اسودت، فهي يعني هذه النار العظيمة التي وقودها الناس والحجارة. لا أتصور أن الإنسان يغامر بأنه حتى ليوم واحد أنه والله لا يبالي. لا، الإنسان الذي يضع عظمة الله في قلبه ويضع مقام الله ويقدر الله حق قدره، فإنه يدرك أن هذه المسألة خطيرة، وأن الله لا يهدد بأمر سهل، فهو الجبار المتكبر جل جلاله. وبالتالي نحن أهم ما ننبه له أولا أن الإنسان عليه أن يعظم الله في نفسه، فإذا عظم الله في نفسه عظم أمره وعظم نهيه وعظم ما دعا إليه واجتنب ما حذر منه، لأنها خطيرة. هذه واحد. ولن يكون ذلك إلا بالعلم. يعني لن يكون هذه المخافة مخافة الله لن تكون إلا بأن تعرف الأحكام، تعرف النواهي، تعرف الله، تتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، تتعلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تدرك على الأقل أنه والله تخرج من دائرة الجهل، لأن الإنسان عدو نفسه بالجهل. الإنسان عدو نفسه. فكثير من القضايا التي نتكلم عنها ستلاحظ بأن الإنسان سبحان الله الدوافع فيها هي دوافع الجهل، إما الجهل بعاقبة ما سيؤول إليه، إما الجهل بعاقبة إما الجهل بنفس الأمر.
فبعض الناس لا يتصور بأن ما يفعله يغضب الله، بأن ما يفعله مما يعني تؤدي إلى نتائج ربما كارثية. فهذه أول نقطة مهمة جدا لابد أن نلتفت إليها. الأمر الثاني، وهذه ربما أيضا بعض الناس تكون نقطة تأويل، يقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل من أحق الناس بحسن صحابة قال أمك، فهو ينحاز دوما إلى إيه؟ إلى أمه. وهذه واحدة مخاطر شيطانية والعياذ بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك اهتم بأمك لا يعني أنه يقول لك والله لا تهتم بإيه؟ حق أباك أبدا. في النهاية الوالدين كلاهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوالد له حقوق والأم لها حقوق، ولا تحاول أنت كشاب أو كشابة أن ترضي أحدهما لتغضب الآخر. لكن صحيح قد تهتم بوالدتك، ترعاها حاجتها إليك، لكن لا يعني ذلك إهمال الوالد أو عقوق الوالد أو التطاول على الوالد أو الانحياز المستمر نحو الوالد، أو في إطار الخصومات بين الطرفين أن تكون أنت منحازا إلى أحد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا. فهذا مدخل مداخل الشيطان. أيضا لا بد أن ننتبه إلى أن والله عندما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالدة تأخذ من الحقوق أكثر، لا يعني أن الإنسان يعني يهمل الطرف الآخر. النقطة الثانية أيضا أو النقطة الثالثة كما تفضلت، يعني في نقطة مهمة جدا، وهو البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. سبحان الله. من تتبع يقولون البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذه سبحان الله. والله يعني أنا شخصيا جربت بعض الأمور في نفسي، جربتها. يعني يكون في يوم من الأيام مر لك موقف سيء أو سلبي مع والدك، وربما علاقتك في أجمل ما تكون معه، ولكن في لحظة من اللحظات تمر على الإنسان. سبحان الله بعد 20-30 سنة نفس الموقف يمر عليك مع ابنك، وتتذكر اللحظة التي أنت فعلتها مع أبيك. فهذه سبحان الله يدركها ربما من استيقظ قلبه وأدرك حقائق ما يفعله الله بالعباد وما يجريه تحت القدر الخفي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أقداره تجري فينا بشكل خفي. نحن أحيانا نكون ما منتبهين إلى هذه الأمور، لكن المستيقظ من يدرك بأن والله لا يمكن لحدث مثل هذا أن يمر. فأنت أيضا عليك أن تمهد لنفسك ما تريد أن يتعامل به أبنائك معك، تعامل به أنت مع والدك. إذا رضيت لنفسك هذا النوع، والعياذ في كبرك وفي عجزك وفي ضعفك أن يرميك الأبناء وينحازوا إلى أمهم ويتركوك ويرموك إلى الآخرين، فأنت افعل ذلك مع والدتك. هذا في الدنيا فقط، هذا في الدنيا. وأما والعياذ بالله عند الله فالأمر عظيم. أما عند الله فالأمر عظيم. فبعد الإشراك بالله مباشرة تأتي قضية عقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه هي الطريقة حقيقة اللي نحن على كل ننصح بها الناس، ونحاول أن نقول لهم بأن والله هذا الطريق طريق محفوف بالكثير من القضايا، ولا بد الإنسان أن ينتبه إلى هذا الجانب. طيب شيخ حسن، نعود إلى كلمة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والذين يقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض. نحن اليوم كإريتريين هجرنا من بلادنا، وسلط علينا من يسجن علماءنا ويقتل علماءنا ويغلق مدارسنا الإسلامية، وسلط علينا أيضا شيخ حسن من يجبروننا على إدخال النصارى في لجاننا الخاصة كمسلمين في مدارسنا، ويعني وقد يأمر بناتنا بنزع الحجاب. وإذا ثمة بنت من بناتنا يعني تزوجت أو أنها يعني عملت علاقة محرمة مع نصراني فيحمونها ويسجنون من هذا التسليط وهذا الوضع الذي نحن فيه من الأزمات المادية والفقر المستمر على شعبنا الإريتري منذ أكثر من يعني 6 عقود، ونحن نتنقل بين الشر إلى الشر إلى الشر، نسأل الله العافية والسلامة. هل هذه القطيعة أو هذا الذنب الذي أنت ذكرت أنه كبيرة من كبائر الذنوب والموجود في بلادنا، يعني في الحقيقة
لو مرينا على مكاتب المحاكم تجد أن يعني صراحة تجد الرجل ربما شكى ابنه، أو تجد الأم شكت ابنها. هناك حقيقة قضايا مقدمة بين الأقارب والأرحام، هذا موجود لا ينكره أحد. إذا كان هذا غير موجود يراسلوننا على القناة، موجود وسمعنا به. هل هذا الوضع الذي نحن فيه الآن من سوء بالحقيقة؟ يعني أبناؤنا يتشردون، منهم من يموت في البحر، وبناتنا من يتشردن ويقعن في الاغتصاب من الدول المجاورة. يعني كل أنواع العقوبة والفساد وقعنا علينا، نسأل الله العافية والسلام. هل هذا نتيجة لقطيعة الرحم وأمثالها من الكبائر أم لا؟ أنا أريد هل ممكن أن نربط هذا أو هذا، أو لأننا فاشلين في الجانب السياسي وما عندنا القوة التي مثلا توجه، ولأننا ما قمنا بواجبنا في كذا وكذا من الأمور السياسية الاعتيادية، وبالتالي القوي هو الذي يحكم؟ هل هذا هو، أم هذا فعلا تسليط رباني من الله؟ نريد أن نفهم هذه القضية. إذا كان التمكين هو يعطيه الله عز وجل، والماء ينزل بأمر الله، والأرض تنبت بأمر الله، والسلامة والأمن والأمان هو بأمر الله عز وجل، هل ما نمر نحن به عليه الآن هو بسبب ذنوبنا ومعاصي أو لا؟ طيب، هو حقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفسرت بقوله تبارك وتعالى من الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا أنهزم وفينا رسول الله يوم أحد، أنهزم وفينا أبو بكر. سؤال منطقي جدا، أن هؤلاء قمة الطاعة وقمة الإيمان وقمة الورع، فكان إشكال كبير جدا. لكن الله سبحانه وتعالى ما ترك لهم الأمر، أول شيء نبههم بإطار عام أنه هذا مما كسبت أيديكم. كيف ما كسبت أيدينا؟ نحن أهل طاعة. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبين لهم كيف من عند أنفسهم. فنحن عندما نقول من عند أنفسنا هذه ما فيها كلام، لكن علينا أن نتلمس ما هي القضايا اللي فعلا نحن مثلا نقع فيها. هنا نلاحظ بالمعنى العام تقطيع الولاء وتقطيع ما أمر الله به أن يوصل يؤدي إلى هذه النتيجة، سواء كان هذا الولاء ولاء بين أهل الأسرة الواحدة اللي هو صلة الرحم اللي نسميه، هذا ولاء قربة، أو ولاء جوار، علاقات مع جوارك، أو ولاء أهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما الذي يحصل يا رب عندما نحن لا يكون التوالي بيننا؟ معناها قطعنا بعضنا البعض. فالأسرة المتقاطعة والقبيلة المتقاطعة والقبائل المتناحرة المتقاتلة وأهل الإقليم المتناحر المتشاكس والمسلمون المتشاكسون الذين لا يجمعهم جامع، كل ذلك مما يفسد في الأرض، مما يؤدي إلى القطيعة ويقطع الولاء. لأن الوحدة، الاعتصام، التلاحم، هذا ولاء. هو قطع ذلك هو قطع ما أمر الله به أن يوصل. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الإفساد في الأرض مباشرة. فهو كما تفضلت بما كسبت أيدينا، ولكن بهذا المفهوم، بمفهوم أنه أنت الأسرة المتشاكسة المتقاطعة التي لا ترحم بعضها البعض. وأيضا خلينا نكون أكثر صراحة، ستلاحظ بأنه سبحان الله في فترة التقاطع بين أهل الإسلام، فترة التقاطع وخصوصا الفترة التي دخل فيها المستعمر إلى ديار الإسلام واستخدم المسلمين في قتال بعضهم بعضا، هذا حصل. كثير من المسلمين استخدموا في جيوش الكفار وقاتلوا قاتلوا بعضهم بعضا وارتكبوا جرائم على بعضهم البعض. فتلاحظ بعد فترة تقع على نفس هذه المجموعة عقوبات بسبب ما ارتكبوه تجاه إخوانهم. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، علينا أن نكون نحن بعضنا أولياء بعض. وهذه بنية الصلة أصلا، بنية الصلة بين أهل القربة وبنية الصلة بين أهل الإيمان. فأهل القرابة تجمعهم صلة نسبية، وقد تجمعهم بالإضافة إلى ذلك صلة
قربة إيمانية، وأهل الإيمان تربطهم صلة إيه؟ صلة إيمانية، والمجاورين لبعضهم البعض من المكونات أيضا تربطهم صلة جوار وصلة قربة وصلة إسلام. فهذه طبيعة التواصل، وكل هؤلاء أمر الله أن نصله. أمرنا الله أن نصل قرابتنا، أمرنا الله أن نصل جوارنا، أمرنا الله أن نصل أهل إيه؟ أهل إيماننا وأهل ديننا. فالذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل سيؤدي ذلك إلى الإفساد في الأرض بطبيعة الحال، فمرتبطة على كل المسألة بشكل مباشر. سبحان الله، أحسنتم جزاكم الله خير. شيخ حسن، في بلادنا أيضا ما يسمونهم بالشماقلة، وهؤلاء معروفون جزاهم الله خير بالصلح بين الناس وتقارب وجهات النظر ومحاولة يعني الربط بين الأسر بعضها ببعض، وإن كانوا قلة ومعروفين في الساحة. يعني مثلا من ضمن هؤلاء كانت الوالدة الله يرحمها، أقصد بالوالدة الجدة صفية شخنة. صوفيا شخنة هذه وزميلتها حليمة جوجو كانتا معروفتين أو معروفتان بالإصلاح بين الناس. ما يسمعون خلاف بين فلان وفلانة إلا تجد صوفيا شخنة مع حليمة جوجو جداتنا كلهم رحمهن الله متنا، يقومن بعمل يعني حنباشة، يأخذن معهن الحنباشة ويأخذن معهن العنبابة والأشياء هذه، ثم يذهبن إلى البيوت لإقامة الصلح. وذات يوم حصل خلاف بيني وبين مجموعة من الدعاة في الرياض، وكانت صفية شيخنا حاضرة موجودة في الرياض تزور ابنتها، فقالت خلاف بين برهان وبعض الدعاة، أيوة، وكمان داعيات، أيوة. فاتصلت بي وقالت لي أنا أزورك في البيت، وجاءتني وهي عمرها قريبة 80، يعني كبيرة في السن، وزارتني في بيتي وقالت لي أنا جئت لأصلح بينك وبين إخوانك من الدعاة. قلت ما في خلاف، نحن إخوة واحد، لكن جزاك الله خير، أنت جئت من أجل هذا؟ قالت لي إيه والله جيت. بقول أبدا ما عندنا خلاف، نحن فقط عندنا اختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور، لكن نختلف في نقاط لا أبدا. وفعلا هؤلاء الأخوات طلبنا من، كنت مسؤول في بعض الجهات، وقدمنا أوراق للحصول على بعض الدعم لبعض الأمور. بفضل الله كنت أنا أول من وقعت عليها بالموافقة وقدمتها لرؤسائي وسعيت حتى تمت وألقيت بدان. لكن أنا أكبرت في هذه المرأة العجوز أنها تخرج من المفترض أنا الذي آتي إليها، فأتت ولها جهود عظيمة في داخل إريتريا كانت كما قلت لك. فالشماقلة هؤلاء سواء كانوا نساء أو رجالا. كذلك نذكر هنا الشيخ جهار حقوس رحمه الله من كبار الشماقلة، وأتوقع أيضا في مناطق قرن ومناطق المحافظات هناك أيضا ممن اختارهم الله، لهذا لا يحضرني أسماءهم ولا أعرفهم، ولكن الله يعرفهم سبحانه وتعالى، فتحية عطرة لهم من ها هنا. المهم نريد توجيهكم الكريم لهؤلاء، أولا حثهم على الاستمرار في هذا، ثم ما هي الطرق التي ينبغي أن يتبعونها في الإصلاح ذات البين، وخصوصا بين الأب وابنه، بين الأم وابنتها، وبين الأخ وأخيه في الأقارب المختلفة. بارك الله فيك. أول جزا الله هؤلاء خيرا ونفعنا الله ونفعهم بأعمالهم في الدنيا والآخرة، وأن يرحمهم في قبورهم. هؤلاء سبحان الله يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهؤلاء الذين يصلحون بين الناس ويتحركون نفعهم نفع متعدي، والعلماء تكلموا عن قضية العبادات المتعدية النفع والعبادات التي لا يعني لازمة للعبد. فكثير من أعمالنا لازمة لنا، أن أسبح الله، أن أدخل المسجد، أن أصلي ركعتين، هذه كلها لوازم يعني لازمة لي، لكن لا تفيد الآخرين كثيرا. لكن سبحان الله هذه العبادات المتعدية التي تتجاوز الشخص إلى الآخرين، تذهب لتصلح بين اثنين، تذهب لتتعاون مع مريض، تذهب لتذكر شخص في بنصيحة معينة، أن تأمره بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، هذا كله يدخل في النفع المتعدي. وهذا سبحان الله ستجده في فروض الكفايات،
التي يختص الله تبارك وتعالى لها أناس. وكذلك الأثر الذي يقول إن من الناس إن لله عبادا اختصهم الله لقضاء حوائج الناس، اختصهم الله لذلك. ومن الناس ناس جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. سبحان الله، بعض الناس إذا حضروا حلت القضايا. الله يجعلنا منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل. فحقيقة هؤلاء هذا مقامهم، وهذا يعني هذه مكانتهم العظيمة، أن يجعلك الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير. فإنما أنت تقوم بدور النبوة والرسالة. هؤلاء الذين يتصدرون هذا المشهد هم غالبا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء، لأن هذه مهامهم وهذه أدوارهم. الأنبياء ليست مهمتهم فقط مهمة ذاتية على مستوى الشخص، ولكنها مهمة تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ليست فقط آمنوا وعملوا الصالحات، لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحن أول نشجع هذا النوع في المجتمعات ونحرض عليه، ونأمل في كل قرية من القرى أن يكون هذا النوع موجود، وأن يقوم به بعض الناس. وإن لم يكن هنالك من يقوم به فإن ذلك من فروض الكفايات التي يجب أن تكون موجودة، ويجب أن يتصدر لها بعض الناس. فإذا وجد الحمد لله من يتصدى لها فقد قام، سقط كما يقال عن الآخرين، لكن إن لم يوجد فقد يأثم الجميع. فهذه من المسائل الحقيقة المهمة جدا، وخصوصا في ظل المجتمعات الممزقة. للأسف الشديد كثير من العالم الإسلامي الآن يعاني من هذه الظواهر، يعاني من القطيعة، يعاني من عدم التواصل، يعاني من التدابر، يعاني من معاصي الأبناء لآبائهم. كل ذلك من الأشياء التي للأسف الشديد تبتلى بها المجتمعات. فنحن على كل محتاجين إلى هذا النوع، وهذا بطبيعة الحال يكون أيضا موازيا لأعمال الدعاة الذين يقومون بالإرشاد ويقومون بالتعليم ويقومون بالتوجيه. فإذا كان والله هنالك من يدعو إلى الله، من يقف في المسجد ويذكر الناس بآيات الله ويعلمهم الحلال والحرام، لكن هنالك من يتحرك بهذه القضايا في المجتمع ويقوم بها وينفذها، فهم يكمل بعضهم البعض حقيقة مثل هؤلاء. وقد يكون الداعية نفسه سبحان الله، وهذا أيضا يشتهر به كثير من الناس، الداعية نفسه يقوم بهذا الدور، يقوم بدور الدعوة والإرشاد والتعليم والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الخيري. قد يكون بعض الناس سبحان الله يجعله الله سبحانه بوابة لكل هذه القضايا، ومن الناس لا، من لا يستطيع كل ذلك. وبالتالي نحن نتكامل في هذا الموضوع. وبالتالي هذا يحتاج بطبيعة الحال، يحتاج إلى الحكمة، يحتاج إلى الصبر، يحتاج يعني الواحد أحيانا يبذل محاولة واحدة، فإذا لم تحل المشكلة يترك الحبل على القارب. لا، يجب أن تبذل أكثر من محاولة، وتسلك أكثر من طريق، وتحاول أكثر من سبيل، حتى تستطيع إن شاء الله أن تصلح بين أمرين. وهنا طبعا نذكر حديث مسلم رضي الله عنه، الذي يعني الشيطان لما طرده الله سبحانه وتعالى قال نصب عرشه على الماء. وقصة مشهورة كيف أن الشيطان أكثر ما يفرح به هو افتراق الزوج عن زوجته. فلاحظ هو يفرح بالانفصال، يفرح بالقطيعة، فبطبيعة الحال لما يجد أن هنالك من وأعاد اللحمة، فإن ذلك مما يخسأ به الشيطان ويهون ويشعر بأنه مهزوم إن شاء الله أمام المؤمنين وأمام أخلاقهم. جزاكم الله خير. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع في توجيه مبارك في التحذير من قطيعة الرحم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان والعاملين في قناة السلام، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أستودعكم الله الذي لا تدعوه حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل